بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنشرح ازاي بنتعامل مع ال API أو ازاي بنعمل fetch لل API ونعمل عليها ال CRUD operation باستخدام مكتبة زي الأكسيوس أو باستخدام ال fetch أو قديما خالص كان ال XML HTTP request. فاحنا عملنا ملف ال HTML ونزلنا عليه الأكسيوس CDN ملف الجافا سكريبت. وخلينا نبدأ بأول طريقة، نعمل fetch with then catch. ففي الحالة دهياتي خلينا نحط ال API في الأول بتاعتنا هياتي، نعمل fetch لل API، نعمل زن في حالة البروميس كان resolved، فبنجيب الريزلت ونحولها لجيسون عشان نتعامل معاها. فبنعمل هنا تشيننج ان بعد ما حولتها لجيسون مثلا لقيت في variable اسمه داتا وبنعمل له لوك عشان نشوف الداتا. ممكن نعمل كاتش حالة حدث اي ايرور للايرور، في الحالة دي بنقول له console.log الايرور. بنسيف، لا حول ولا قوة الا بالله، بنسيف وبنيجي نشوف الداتا. طبعا دوت جيسون هنا محتاج قوسين، نسيف فبنشوف الداتا جت معانا. خلينا كده نجرب الطريقة التانية اللي هي fetch with async وawait. نعمل async عشان نخلي الكود asynchronous بحيث ان هو ما يوقفش باقي الاوبريشن. فلو قلنا مثلا هنا const get data equal async او هي مش كده، هي كده. هي لو function بتبقى بالطريقة دي، نقول async function get data بالطريقة دي، لكن كأرو function بتكون بالطريقة دي. خلينا نكمل. فهنا بنقول له const data equal await fetch. بنعمل await طبعا عشان نخلي الكود ما يكملش او يعني يستنى البروميس سواء كانت resolved او rejected. فبنديها ال API، فبنيجي مثلا هنا نقول له console.log data. طبعا احنا هنا مش محتاجين ان احنا نحولها لجيسون زي ما عملنا هنا، لان ولا هي فيتش لسه فيتش، فاحنا بنحولها لجيسون. فهنخلي دي مثلا result const data تساوي await res للجيسون، وبنعمل لوج طبعا للداتا. طبعا ممكن ندخل الكود ده كله كده جوه try catch هنا console log error، ندي الايرور، نسيف، نيجي هنا. طبعا ما ندهناش على الفانكشن، فبننده الفانكشن. فطبعا هذا اللي جاي من السطر 14 اللوج دي. فبنروح نستخدم بعد كده الاكسيوس with then catch. فبنقول له axios دوت، احنا في الحالة دي بنجت الداتا
او بنعمل لها فيتش، بنقول له جيت الاي بي اي دوت زين ريفرس ريسبونس جاي عبارة عن جيسون عادي. فاحنا في الحالة دي بنعمل له لوج على طول، console دوت لوج ريفرس، وبنقول له دوت كاتش ايرور، نقول له console دوت لوج الايرور، نشوف الفانكشن. طبعا الداتا جات، بس انا هنا المفروض اقول له result دوت داتا. طبعا الداتا جات سطر 25. خلينا في اخر طريقة نجرب الاكسيوس with async await. فهنعمل function نقول له const get data with axios equal async نيجي هنا نقول له const data equal، طبعا لازم await الفانكشن ولا await axios دوت get الاي بي اي بتاعنا، وبنيجي نعمل له console دوت log data دوت data. ممكن نحطها جوه try وكاتش، try catch، نيجي في الكاتش نبعت error لو كان في error وننده على الفانكشن ونستنى. جات سطر 33 اهو. بالطريقة دي احنا عملنا فيتش لل API بأربع طرق. إن في الطريقة اللي هنا ممكن ما نعملش دي، ممكن نعمل destructuring للداتا، يعني ده object ناخد منه الداتا. لو طبعا الداتا على طول كده هنا هتيجي برضو معانا، هنا بس نعمل ريفرش او انا مشغل الاوتو سيرفر فاشتغلت معانا وجابت الداتا. كده وشكرا. طبعا احنا كل الامثله اللي عملناها عباره عن جيت، فلو عندنا بوست او بوت او ديليت ان احنا بنكريت او بنعدل او بنحذف، ففي فيتش بنعمل علامتين الكيرلي بريسز اللي هم علامات الاوبشنز او الاختيارات معينه ان احنا هنغير الديفولت اللي هي جيت. فاحنا في الحاله دي هنقول له الميثود بوست خليها كلها كابيتال، وبنفتح البادي. طبعا زي ما واحنا بنجيب الداتا بنحولها لجيسون، واحنا بنبعتها هنعمل لها سترينج فاي تتبعت كانها سترينج فاي، فبنقول له جيسون دوت سترينج فاي ونبعت له الداتا اوبجكت مثلا في تايتل فيرست وديسكريبشن فيرست بوست على سبيل المثال. طبعا برضو في اوبشن تاني اللي هو الكونتنت تايب، كونتنت او بتكتب كده كونتنت تايب، وبنقول له مثلا ان هي ابلكيشن سلاش جيسون على حسب الكونتنت تايب اللي بيتبعت يعني، او ممكن مالتي بارت فورم داتا لو بنبعت مثلا ملفات او ما شابه. فدي الطريقه في فيتش بنعمل الميثود وبالبادي. طبعا لو البوست دي كانت بوت فبرضو احنا بنبعت داتا، لو كانت ديليت ما بنبعتش داتا، احنا بس بنغير. لو كانت ديليت احنا بس بنشيل البادي عشان احنا بنحذف مش بنعدل او بنضيف. تمام. فدي الطريقه في فيتش. خلينا نسيب دي مثلا كده. نفس الكلام في فيتش لو شغالين بالاسync await، بنعمل هنا الاوبشن
الاوبشنز وبنضيف الميثود والكونتنت تايب والبادي. اما في اكسيوس فالموضوع اسهل بكتير. فالجيت دي بتبقى بوست، لو مثلا بنعمل بوست وبتبقى سمول بالشكل ده، وبنضيف البادي على طول من غير ما نعمل له سترينج فاي. هي حلاوه اكسيوس، او يعني الميزه اللي فيها ان هي مش بنحولها لجيسون واحنا بنجيب، او بنعملها سترينج فاي واحنا بنبعت والكلام من ده. طبعا اكسيوس اكبر من كده بكتير، يعني فيها موضوع الانترسبتور، ان احنا بنعمل انستنس من ريكوست معين، ان احنا بنضيف له الكونتنت تايب وبنشوف مثلا بنعمل فيه فاليديشن من جوه. موضوع الانترسبتور ان احنا بنشوف الكونفيج والريسبونس قبل ما يتبعت والريسبونس قبل ما يجي. فبالحاجه بنقول له التايتل فيرست نفس الكلام، وديسكريبشن نقول له مثلا فيرست بوست زي ما قلنا. فده يعتبر البادي. طبعا لو البوست دي كانت بوت فهي نفس الفكرة. لو ديليت مش بنضيف اوبشنز عشان احنا بنحذف. لو كانت ديليت خلينا نرجعها او خلينا نسيبها كده بوست.